البيت هو اكتر مكان بتحس فيه بالراحه. اخر اليوم كل اللي نفسك فيه تشوف السرير، ولما تصحى بيبقى نفسك تفضل عليه شويه كمان. كلنا بتربطنا علاقه حب غير طبيعيه مع سريرنا، بس ماذا لو سريرك ده بقى سجنك؟ من حوالي شهر جات لي هديه، اصابه جديده. بس يا ترى ايه السبب اللي خلاني ادخل عمليات واركب مسامير في رجلي؟ كنت بتمرن، نطيت من فوق حاجه، وقعت، ولا حاجه من دول. كنت ماشي ورجلي اتلوت. عارف لما تبقى ماشي ورجلك تتلوي للجنب وترجع تاني؟ بتحصل عادي، بس اللي حصل بعدها ما كانش عادي. رجلي ورمت جدا، رحت اعمل اشعه، الدكتور قال لي حصل كسر والعظمه خرجت من مكانها، لازم عمليه وهنركب مسمار. استنى بس يا دكتور، انت متاكد انك بتتكلم عني؟ انا كنت ماشي. ومن ساعتها وده بقى صديقي المفضل. اول حاجه بدور عليها لما بصحى، وما بيسيبنيش غير لما انام. عشان برضو تبقى فاهمين اللي حصل معايا، ده الاكس راي بتاع رجلي. شايفين الجزء ده صباعه الصغير اخره من هنا؟ بصوا بقى ايه اللي حصل فيه. شايفين دي كانت كده، رجلي اتلوت، اتكسرت وخرجت من مكانها. وده اكس راي بعد العمليه. شايفين كان المفروض هنركب مسمار واحد، الدكتور لقى مش كفايه فركب مسمارين. قبل الإصابة بشهر كنت بجهز لبطولة العالم، ودي كانت هتبقى أول بطولة عالم ليا من 2016. يعني بعد 9 سنين أخيرا هرجع أنافس تاني. ورجعت كمان أصنع محتوى، بدأت بالريل ده كنت بحكي فيه قصتي وبدأت ازاي، عشان بعد كده أبدأ أشارك التفاصيل بتاعة تجهيزي بقى لبطولة العالم. وكنت مبسوط إن أنا أخيرا رجعت أعمل الحاجات اللي بحبها، أنافس في بطولات وأعمل محتوى على السوشيال ميديا. بس للأسف حصل مشكلة في التجهيز للبطولة، فما سافرتش وما شاركتش فيها. قلت الحمد لله على الأقل ما اتصبتش، لأني متعود أتصاب قبل كل بطولة. فقررت أكمل تمرين وأعلي من مستوايا وأعمل محتوى على السوشيال ميديا، ويبقى كده فل الفل. عارف الإصابة دي بقى حصلت لي وأنا بعمل إيه وإمتى؟ حرفيا كنت بصور فيديو، دوست على زر التصوير وماشي عشان اقف قدام الكاميرا واتكلم. خطوه في الثانيه حصل اللي حصل. وعارف ده كان يوم ايه بالظبط؟ كان في اليوم اللي بتتلعب فيه بطوله العالم. عايزك بقى تتخيل احساسي وقتها عامل ازاي. البطوله اللي بقالك سنه ونص بتجهز لها بتتلعب وانت مش فيها. اتصبت وانا ماشي، والمحتوى اللي كنت مبسوط ان اخيرا هرجع اعمله وقف قبل ما يبدا. الفكره ان الموضوع ما كانش مجرد كسر، كل حاجه بحبها وتعبت عشانها في الوقت اللي بدات تحصل فيه فجاه وقفت. اول ايام بالذات كان الوجع لا يحتمل، ومش مخليني عارف افكر في اي حاجه. بس لما الالم بدا يهدى حاولت اشوف الموضوع من زاويه تانية. كل حاجه وقفت، لكن في حاجات كتير كنت عايز اشتغل عليها من زمان وما كانش عندي وقت. دلوقتي يومي كله فاضي، فقلت خليني اخدها فرصه. يمكن ربنا حاططني في الموقف ده عشان اتعلم حاجه واشتغل على نفسي بطريقه مختلفه. بدات اكتب الحاجات اللي ممكن اشتغل عليها في البيت، وشوية مهارات تانية كنت عايز اتعلمها لكن كنت مأجلها. بس الواقع طلع مش زي الخيال. عندي وقت، بس كل حاجة بقت صعبة. الأنشطة اليومية اللي بنعملها من غير ما نفكر بقت بتاخد وقت ومتعبة. مثلا إني أقوم عشان أسخن الأكل. طيب يا همسك العكاز يا همسك الأكل. ماشي. أظن تمام. وعشان انضف المكان اللي حواليا كانت كارثه. والشاور كان محتاج تجهيزات وخطر، ببقى خايف اتزحلق اكسر حاجه تاني. والمشكله ثواني. والمشكله مش بس جسديه، حتى دماغي مش صافيه. من الحبسه دخلت في شيء مشابه للاكتئاب، مخليني مش عارف اركز في حاجه، وكان سهل قوي اسرح وانا بسكرول. وفجاه الاقي الليل ليل واليوم خلص وما استفدتش اي حاجه، وده كان بيتعبني نفسيا اكتر. فعشان اتغلب على الاحساس الكئيب اللي جالي من الحبسه في البيت، بدات احاول اقلد الحاجات اللي بعملها بره، بس دلوقتي جوه. انا عايز اكل بره، ده الاكل اللي هاكله بره، وده بره. وعملت سينما صغيره في البيت. الحاجات دي كانت فعلا بتخرجني من المود الكئيب اللي انا كنت فيه. والخطوه اللي بعدها كانت ان انظم وقتي عشان اعرف استغله صح. بدات اعمل تايم بلوكينج، مقسم اليوم بتاعي بحيث ان انا ابقى عارف كل وقت انا محتاج اعمل ايه، وفي نفس الوقت عشان ما اسرحش في حاجه فيهم فاجي على بقيه الحاجات التانية وما اعملهاش. وعدلت كميه الحاجات اللي بشتغل عليها بحيث تكون منطقيه، وفي ريمايندر بيفكرني بالحاجه اللي انا محتاج اعملها، فبيسهل عليا كتير. ده تحس فعلا ان انا ان كنترول، يعني متحكم في وقتي. بس اكتر حاجه بتخليني نفسيا كويس ومبسوط هي دي، التمرين.
فكره ان انا مش بتمرن كانت صعبه قوي ومش مقبوله بالنسبه لي، لان على مدار السنين اللي فاتت كنت ببقى بجهز البطوله بالسنه والسنتين، وقبل ما يجي ميعاد البطوله بالظبط الاقي نفسي اتصبت اصابه غريبه زي اللي حصلت المره دي، وفجاه كل اللي بنيته بيتهد وبضطر ارجع ابني كل حاجه من الاول وجديد. والحقيقه ان الموضوع عامل لي تروما، لانه بقاله 9 سنين تقريبا بيتكرر بنفس الشكل. فالمره دي بجد انا خلاص اكتفيت، مش هسيب نفسي في فتره الاصابه. اللي هحاول اعمله ان اتمرن على قد ما اقدر. طبعا التمرين مش هيبقى زي الاول، لكن على الاقل هحاول انقذ ما يمكن انقاذه. حاسس ان تقيل قوي. خلونا دلوقتي نجرب حاجه اصعب شويه. نجرب التاتش فرونت ليفر. بسم الله. تقلني قوي البتاع ده. انا هسيبكم دلوقتي واكمل تمرين. لو حابين اعمل لكم فلوج كامل عن تمريني وانا مصاب ولابس البتاعه دي قولوا لي، هعمل الفلوج الجاي هيكون عنه. دايما بتديني بوزيتيف انرجي والله يا عمر. هو الحوار ممتع جدا بجد، حبيته جدا. وحتى اللي هو مش بنزل زي الجيم كده بمل، لا هنا بنزل وبكون مبسوط جدا. يعني كلها حركات بحب اعملها. انا بقالي 13 سنه بلعب كاليستينكس، وعمري ما دربت اونلاين غير لحد من فتره قريبه. وحتى دلوقتي باخد عدد قليل جدا من المتدربين. ليه؟ لان ما كانش عندي وقت، فما كنتش حاسس ان انا هقدر اقدم الجوده اللي انا عاوزها. ودي بالنسبه لي مشكله كبيره، وهقول لك ليه. انا بنبسط لما احس ان انا اثرت في حد، قوته زادت، ثقته بنفسه عليت، حياته اتغيرت للاحسن حتى ولو بنسبه بسيطه. وهو ده اكبر دافع بيخليني ادرب، وهو نفس السبب اللي بيخليني انزل محتوى على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا بقالي سنين ببلاش. لاني عارف قد ايه الطريق ده كان صعب عليا لما بدات، وما كانش في حد يساعدني. ففكره ان اساعد حد بالنسبه لي عامله زي كاني برجع اساعد نفسي زمان. فمهم جدا اللي بشتغل معاه ياخد جوده تدريب عاليه، لان الموضوع بالنسبه لي مزاج، مش مجرد بدي العميل بروجرام وباخد فلوس خالص. واللي كان موقفني قبل كده هو الوقت، لكن دلوقتي مش شايف فرصه انسب من الوقت ده ان اشتغل على التدريب الاونلاين واطوره عشان يطلع بالشكل اللي انا عاوزه بالظبط. الحمد لله انا بتطور، وشكرا كبير لكابتن عمر والله، وشكرا من كل قلبي. شكرا. مشكله تانية كبيره هي الاكل. انا طبعا مش هعرف اطبخ لنفسي، والاكل اللي هجيبه من بره هيبقى جانك فود، وده طبعا كان هيبوظ الدنيا. انا قاعد مش بتحرك، يعني هتخن بسرعه وهيرجعني ورا اكتر في التمرين. واللي انقذني في الموقف ده هم السبونسر بتاعي لو كالوريز. للامانه هم ما طلبوش مني ان انا اعمل لهم اعلان في الفيديو ده، لكن انا بتكلم عنهم لانهم بجد ساعدوني جدا الفتره دي. كل يوم بيوصلني الاكل من عندهم، فطار، غدا، عشاء، سناك، كلها وجبات صحيه. وعندهم منيو كبير اقدر اختار منه الاكل اللي يناسبني. وكمان حاجه مهمه، اقدر احدد كميه البروتين والكربوهيدرات والدهون اللي انا عايزها في كل وجبه. فمشاكل الاكل اتحلت تماما. الاكل جاهز، مش محتاج اعمله، صحي، طعمه حلو، وفيه تنوع. وفي الظروف اللي انا فيها كمان هم بجد انقذوني. فشكرا لو كالوريز. لو حابين تجربوا تقدروا تاخدوا خصم 10% لما تستعملوا الكود بتاعي OG Capital. هم موجودين في دول عربيه كتير جدا. هسيب لكم اللينك بتاع لو كالوريز في الديسكربشن. انا بحلق كل اسبوع، وده عشان انا بعمل باز كات، فبعمل فيد في تدريجه بتبقى هنا ومن فوق درجه واحده. عندي مشكله كبيره مع الحلاق بقى، ان انا محتاج اروح المشوار ده كل اسبوع، ودايما بلاقي الحلاق مش فاضي، بضطر استنى ساعه، استنى 2، فببقى الى حد كبير متقدر. الادوات دي انا جبتها عشان اجرب احلق لنفسي. اول مره جربت احلق لنفسي كان من حوالي 2 سنين، وبوظت كل حاجه. اضطريت في الاخر احلق شعري زيرو. كانت تجربه فاشله وما كررتهاش تاني. لكن دلوقتي هو ما اني قاعد في البيت محدش بيشوفني، فممكن اجرب براحتي. نجحت يبقى حليت مشكله كبيره ووفرت على نفسي وقت كتير جدا، ولو ما نجحتش محدش هيشوفني كده كده. دلوقتي خلينا اجهز كل حاجه محتاجها عشان الحلقه ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، كل حاجه جاهزه دلوقتي. خليني اسند على الكرسي. نسيت حاجه مهمه. عشان لما اجي احلق المفروض ان انا اشوف شعري من ورا، فمحتاج مرايه ومرايه تانية وراها. فهضطر اخاطر دلوقتي. محتاج اخد المرايه دي واحطها ورايا في الحمام. المشكله في المرايه دي ان ظهرها فاضي، فممكن تتكسر في اي لحظه، وانا ممكن اقع في اي لحظه، فربنا يسترها. الحمد لله ما اتكسرتش. اوكي، كده المرايه في مكانها. انا كده شايف الجزء اللي وراه عشان اعرف احلقه. عايز اوريكم برضو شعري عامل ازاي دلوقتي عشان تشوفوا هيبقى عامل ازاي بعد كده. دلوقتي معايا الخطوه اللي بعدها، وهحتاج فيها ده. بيعمل ايه بقى؟ حاسس ان داخل ماتش كونج فو.
ده بنستعمله اقدر اعلم على الحته اللي هحلق فيها معلاش عنها، بالذات الجزء اللي ورا ده كان بيبقى صعب قوي اعمله بنفسي وكان بيبوظ مني. الخطوه دي هستعمل المكنه الصغيره. كده اول خطوه خلصت، عملت الزيرو. هنعلى بقى شويه. خلصنا اول مرحله. خليني اسرح شعري اوريكم. شايفين التدريجه؟ انا حاولت اعمل تدريجه كده، هي ما جاتش مظبوطه قوي عشان انا برضو مركز على التصوير ومركز على ان انا اعملها، بس الرك كله او الفن كله في الخطوه اللي جايه. الفيد بدا يبان شويه، ماشيين كويس لحد دلوقتي. هقفل الفيديو كمل. يا رب في الفيديو اللي جاي ما كنتش غلطت وشلت شعر زيرو. كده انا تقريبا خلصت. ده الشكل دلوقتي، مش احسن حاجه بس مقبول. اظن كده كله تمام. في اخر الفلوج حابب اشارك معاكم الحاجات اللي استفدتها من التجربه دي. التجربه دي ما كانتش سهله، كانت اول مره تحصل ليا في حياتي، ويمكن اول حاجه علمتها لي التجربه دي وفوقتني ليها اكتر هو ادراك كميه النعم اللي الواحد فيها اللي مش مقدرها فعلا. كلنا عارفين ان الحمد لله يا رب ان انا باكل وبشرب وبمشي وبشوف والكلام ده كله، بس مش حاسين فعلا هو قد ايه انت محتاج تكون شاكر ومقدر لدي. يعني سبحان الله، حته عظمه قد كده يعني وريتها لكم في بدايه الفلوج اتكسرت، وقفت لي حياتي كلها وبقيت عاجز عن ان انا اعمل ابسط الاشياء اليوميه اللي بنعملها، وحياتي وقفت تماما وبقيت بعاني. فسبحان الله والحمد لله على كل النعم اللي الواحد فيها. ويمكن اللي كان اصعب من ان رجلي اتكسرت والحبسه في البيت هو اني يعني للمره اللي مش عارف كام كنت بحاول احقق الاهداف اللي انا عايزها وبجتهد وبتعب عشانها، ولكن ربنا ما يريدش وتفشل كلها. وزي ما بيقولوا الخبطه في الراس مرتين توجع او حاجه زي كده، فدي الخبطه مش عارف في الراس رقم 9 ولا 10 مش عارف، فهي بتوجع اكتر لانك اتخبطت في مكان انت اصلا موجوع فيه. لكن سبحان الله المره دي انا ما اتضايقتش خالص، وده اللي انا استغربته في خلال تجربتي دي. ان كمان انا انعزلت بعد ما فشلت في ان انا اشارك في بطوله عالم تاني وان انا اعمل الاهداف او احقق الاهداف اللي انا كنت شغال عليها بقالي فتره. عاده انت بتلهي نفسك بحاجه، لكن انا ما كانش عندي الاوبشن ده لان انا خلاص اتحبست في البيت لان رجلي اتكسرت بعدها، فانا مضطر اقعد مع افكاري. فكنت متوقع ان ده اكتر وقت هتضايق فيه، لكني في الحقيقه ما اتضايقتش خالص. فدي حاجه كنت مستغربها في البدايه، لكني ادركت حاجه وده اهم درس انا حابب اشاركه معاكم، اهم درس انا اتعلمته يعني وشايف ان هو هيفيد ناس كتير جدا وبيحصل مع ناس كتير جدا، وهو فكره الابتلاءات اللي احنا بنشوفها. ابتلاءات ربنا بياخدنا من طريق يودينا في طريق تاني غير اللي احنا عايزينه وغير اللي احنا كنا بنشتغل عليه. ودي انا كنت بشوفها حاجه وحشه جدا وحاجه كنت بتضايق منها جدا. مش قضاء ربنا، انا بتضايق من ان انا كنت بجتهد في حاجه فجاه اضطريت اقف. لكن مع الوقت ومع تكرار ده واني ارجع بالزمن وابص هو انا لما ربنا ما ادانيش الحاجه دي حصل لي ايه، الاقي ان انا اتعلمت حاجات ودروس مهمه جدا في حياتي هي اللي مخلياني الشخص اللي انا عليه دلوقتي، واللي هو افضل مني قبل ما يحصل الابتلاء ده او الابتلاءات دي، لان هي بتبقى تراكمات. فيا اما بيبعدك عن الحاجه لان ما فيهاش خير ليك، يا اما بيبعدك عنها لان انت مش جاهز ليها، فانت محتاج تشتغل على نفسك وتبقى الشخص اللي هيقدر يحقق الحاجات دي. لان خلي بالك عشان توصل لهدفك محتاج تكون شخص مختلف، محتاج يكون عندك مهارات كتير قوي، فاحنا ما بندركش ده وبنبقى عايزين نروح للحاجه على طول. في اوقات كتير ربنا بيوقفك يعلمك شويه مهارات وحاجات عشان تكون انت الشخص اللي هيقدر يحقق الاهداف دي بعدين يوديك ليها. انا متفائل جدا ومؤمن ان ربنا كاتب لي الخير في اللي بيحصل واللي هيحصل، وايا كان اللي ربنا رايده انا عارف ان هو خير ليا وهبقى مبسوط في الاخر. اشوفكم على خير في فيديو جديد الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.